ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي البنك. البنك هنتكلم عنه في حته هو ازاي البنك بيكسب، ازاي البنك بيطلع الارباح الخياليه اللي بتطلع، وبيقدر كمان الموظفين اللي بياخدوا رواتب عاليه. ولكن البنك هنا شغال على حالتين: الحاله الاولى وهي الودائع، الناس اللي بتيجي تحط الودائع، والحاجه التانية الناس اللي بتيجي تاخد قروض. شفت بقى الحاجه اللي هي الودائع دي، اللي انا جيت معايا 100,000 جنيه رحت حطيتهم في البنك، وانا كشخص عايز ابدا مشروع فرحت خدت كارد من البنك. فشفتوا هنا الفايده على الودايع مثلا 10%، لكن الفايده على القروض 15% لو انا عايز اشتري عربيه او ابدا مشروع. شفتوا بقى الفرق بين 10 و 15 في 5%. هي دي الفرق اللي البنك بيكسب منها الفلوس بشكل مبسط جدا. ولكن طبعا في قروض بتوصل ل20 و30، وفي قروض بتوصل ل10 على حسب البنك، على حسب نوع القرض. ولكن الفرق بيكسب، البنك بيكسب ما بين